بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عملنا العشة في البلكونة وجهزنا العشة، والنهاردة هنستقبل الفراخ. قبل اي حاجة حبايبي اللي بادئين دورة فراخ قبلنا، لو عندكم اي سؤال للفراخ في اي عمر سيبوهولي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم. ولو جبت فراخ بيضة ومش عارفة تستقبلها صح من أول يوم، الفيديو ده هيختصر عليكي تعب وخسارة كبير. مجهزين العشة قبل ما الفراخ توصل، فرشنا نشارة نضيفة وجهزنا اللمبة وكل حاجة تمام. أهم خطوة هنا إن شغلت اللمبة قبل وصول الفراخ بساعتين عشان أدفي المكان كويس. وأول ما الفراخ وصلت يا بنات أنا مخرجتهاش من الكرتونة مباشر، سبتها حوالي نص ساعة تاخد درجة حرارة المكان. بتسيبيهم من نص ساعة، من ربع ساعة لنص ساعة، بحيث ما يغيروش هوا على طول يا بنات وياخدوا منك برد فور وصولهم. نيجي للاستقبال، سواء هتستقبلي على محلول جفاف اللي هو الكيس ب5 جنيه ده من أي صيدلية، أو معلقة صغيرة من العسل الأسود، معلقة صغيرة من السكر. أهم حاجة إن ممنوع العلف أول ما الفراخ تاكل كده أو أول ما الفراخ توصل. العلف بعد ساعتين بنستقبلهم على محلول الجفاف. الفراخ بتكون جايه مجهده، مشوار من مسكة ايد لايد، فبتكون مجهده وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فلازم حاجه تنشط الفرخ في نفس الوقت ما تكونش مضره، سواء سكر او عسل او محلول جفاف، التلاتة بيدوكي نفس النتيجه. المية سبتها كمان خدت درجة حرارة المكان، ما ينفعش تجيب المية مباشر من الحنفية، خصوصا الفراخ دي بالظبط يا بنات. النهاردة تاني يوم شم النسيم، الفرخ عامل 30 جنيه، وبيقولوا الأسعار هتغلى عن كده، يعني هيوصل ل35. فالجو لسه هوا درجات الحرارة ما بقتش اللي هي بتاعة الصيف. محلول الجفاف بيتساب قدامهم من ساعتين ل4 ساعات، وبعد كده بضيف مية عادية من الحنفية، بس برضو لازم تكون واخدة درجة حرارة المكان. يعني هاتي ازازة مية كده حطيها جنب الفراخ تكون واخدة درجة حرارة المكان، بحيث ان انتي تبدلي المية بيها على طول. زي ما قلت لكم مش هنضيف اكل غير بعد ساعة او ساعتين، ممكن الفراخ تفضل 24 ساعة بعد ما تجيبيها من غير اكل خالص. اهم حاجة الاستقبال على محلول الجفاف او السكر او العسل. نتأكد من درجات الحرارة بتاعتنا، نتابع الفراخ ملمومة على بعضها كده يبقى الفراخ بردانة، درجة الحرارة قليلة. هننزل اللمبة شوية، هنرفع الحاجات اللي احنا محجزين بيها بس مش هنكتم. يعني انا رفعت الكرتونه فوق شويه يا بنات بحيث احبس السخونه من تحت، بس من فوق في فتحات تهويه اللي انا قايله لكم عليها في العشه، ومقفله العشه من بره ومن على الباب خالص، معتمده على فتحات التهويه اللي بين الخشب وسور البلكونه. وجيت من قدام الباب كده حطيت كراتين رفعتها، بحيث برضو ان الباب حتى انا مقفلاه برضو بمشمع معاكم وكمان بيدخل هوا. فمجرد ما ظبطت الدنيا كده وكل شويه بتابع الفراخ، خلاص الفراخ انتشرت في المكان، الفراخ بتنشط كده معايا. كده اعرف ان درجة الحرارة بتاع المكان مظبوطة. اهم حاجة ما نكتمش على الفراخ يا بنات، ما نكتمش على الفراخ، الجو درجة الحرارة بتاعته هترتفع ان شاء الله. هقول لكم الموانع بتاع الصيف كلها في فيديو واحد، انتظروها يكون قريب مش هتأخر عليكم. الفرخ عشان تعرفي ان هو درجة اولى بتقلبيه على ظهره كده، لو اتعدل في ثانيتين بيبقى فرخ درجة اولى، لو اتأخر لتلات اربع ثواني بيبقى درجة تانية فرخ فارز. وكمان تبص لعين الفرخ تلاقيها بتلمع الريش بتاعه ناشف ونضيف كده، الفرخ درجة اولى صحته قوية. تتابع الفراخ في اول يوم متابعة جيدة، يعني كل ساعتين بصي على الفراخ بتاعتك. اول ساعتين محلول الجفاف او ايا كان اللي هنستقبل الفراخ عليه، بعد كده هنبدأ ننزل العلف، ممكن بعد ساعتين، بعد 3، بعد 4 ساعات، عادي جدا. مجرد ما تتأكدي ان الفراخ كلها شربت من محلول الجفاف او اللي احنا مستقبلين عليه ايا كان، زي ما قلت لكم ابدأي انزلي بالعلف. الفراخ بتاعت النهارده يا بنات جايه متحصنه، يعني انا مش هحط لها اول تحصينه. انت المكان اللي انت بتجيبي منه ساعات بيديك التحصينه، او انت بتسالي الفراخ دي متحصنه ولا انا هشتري اول تحصينه عامه. او العادي ان كل مكان او كل مكتب بيبيع فراخ بيكون عامل بيبيع معاه التحصينه بتاعته. انا النهارده الفراخ جايه متحصنه. الفراخ بتاعتي دي نوعها قبي يا بنات، افضل نوع يعتبر في تربيه الفراخ البيضه. العلف بتاعي علف بادي، تركيز 23 بروتين، ناعم طبعا.
في الأول كده بنضيف كميات بسيطة جدًا، ويُفضّل على طبق طحين، على كرتونة، على أي غطا مثلًا غطا جردل، أي حاجة موجودة عندِك، بحيث إن الفراخ بتتعرّف لسه على العلف، وبعد يومين 3 بنبدأ نعوّدهم على العلّافات. ضفت رشة من السمسم ورشة من الكركم ورشة من حبة البركة، رشات بسيطة خالص يا بنات. حبة البركة بتقوي المناعة، والسمسم مصدر طاقة ودهون مفيد جدا، ولو عودتي الفراخ بتاعتك عليه مش هتشوفي كساح طول الدورة. بيقوي العظام جدا يا بنات. الكركم مضاد طبيعي للالتهابات وبيحسن الهضم. طبعا انا ممكن اقول لكم نستغنى عن العلاجات تماما وهنمشي على الاعشاب، ولكن التحصينات يا بنات هننزلها. هقول لكم برضو زي فيديوهات الفراخ البلدي. احنا في دخلة تغيير فصول ربيع، الجو وحش، الهوا كله فيروسات وميكروبات، فما ينفعش اقولك استغنى عن التحصينات كمان. في انواع فراخ انت بتجيبيها بتكون المناعه بتاعتها ضعيفه جدا، ان شاء الله اقول لكم الفرق بين فرخ الشركات وفرخ الاهالي في فيديو تاني عشان ده محتاج شرح طويل. ففي مكاتب بتبيع الفرخ ببرنامج التحصينات بتاعته، يفضل ان انت تجيبي الفراخ ببرنامج التحصينات بتاعتها وتنزلي بيها في المواعيد اللي الدكتور هيقولك عليها. وهي تقريبا بتبقى اول تحصينة من اول يوم ل3 ايام، تاني تحصينة من عمر 12 يوم، تالت تحصينة من عمر 20 يوم. ودي التحصينات بتاع الفراخ البيض. التحصينة بتاع رفع المناعة والمضاد الحيوي، التحصينة بتاع الكوكسيديا. التحصينتين الاخرانيتين رفع مناعة وكوكسيديا. ومضاد سموم بيطري، مضاد السموم الطبيعي بتاعنا اللي هو الخل، ده اساسي معانا من اول عمر يوم لحد عمر الذبح. كل الحاجات دي اقولها لكم بالتفصيل في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. لكن اهم حاجه في الاستقبال ان انت تتابعي الفراخ بتاعتك، درجه الحراره تكون مظبوطه، الفراخ منتشره في المكان يبقى درجه الحراره مظبوطه، الفراخ متكومه تحت اللمبه وبتصوصو ويبقى بردانين هتنزلي اللمبه شويه. درجة الحرارة بتاع أول أسبوع من 32 ل 34، ده العادي. تاني أسبوع بتنزل ل 24 درجة. والنظافة والتهوية المظبوطة أساس دورة ناجحة. طبعا المكان على قد 15 فرخ. بعد كده هنبدأ نوسع المكان بالتدريج. لو انت جايبة كمية صغيرة ما ينفعش تفرشي لها أوضة كاملة أو ربع أوضة أو كده، لأ، تقطعي قطعة صغيرة كده وتبدأي توسعي بالتدريج بحيث ان درجة الحرارة تكون محكمة. احنا بنحتاج في أول 3 أيام أعلى درجة حرارة، بعد كده بنقلل درجة الحرارة بالتدريج. وهقولك على موانع الصيف كلها في فيديو واحد. فلو أول مرة تشوفوا قناتي فأنا أختكم سوزان، ودي قناتكم قناة توفير ست البيت. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بكل الفيديوهات الجديدة. نتابع مع بعض الدورة من أولها يا بنات ونمشي مع بعض يوم بيوم. يعني لو لسه كسلانة وما جبتيش الفراخ بتاع العيد، اتنشطي كده يا ست الكل، لسه باقي فترة يعني تلحقي تجيبي دورة فراخ ونذبحها بأمر الله قبل العيد على عمر 35 يوم، وبأمر الله تكون بأعلى أوزان وبأقل تكلفة. طبعا يا بنات انا هنا كنت متابعه الفراخ لحد الساعه 2 بالليل او 3 بالليل. بعد 3 ساعات شلت محلول الجفاف وحطيت ميه عاديه من الحنفيه، بس زي ما قلت لكم خليتها تاخد درجه حراره المكان. نظفت الطبق من اي فضلات الفراخ عملتها فيه، ما ينفعش الفراخ تاكل من الفضلات بتاعتها، بيمرضوا بيجيلهم كل انواع الاسهالات اللي تتخيليها. وده بسبب ان هما بتكوني بتاكلهم في اطباق بالشكل ده. احنا عشان نتجنب المشكله دي هنعودهم على العلافه بسرعه بامر الله، ولكن النظافه تكون باستمرار. ولو عندكم اي سؤال سيبولي في التعليقات وانتظروني في الفيديو